لو انت بتعمل تبادل اشتراكات عشان تكبر قناتك بسرعة، فالفيديو ده ممكن يغير رأيك تماما. المشكلة هنا ان ناس كتير فاكرة ان زيادة المشتركين بسرعة معناها نجاح، بس الحقيقي ان تبادل الاشتراكات ممكن يكون من اكتر الحاجات بتضر القناة بتاعتك. تمام. ليه تبادل الاشتراكات بيضر قناتك؟ السبب الاول ان الناس اللي بتشترك تبادل مش مهتمة بالمحتوى بتاعك. يعني ممكن واحد يشوف الفيديو وممكن 20 لا. فعشان كده بقول لك تبادل الاشتراكات اكتر حاجة تضر القناة. السبب التاني بيقلل متوسط المشاهدة. تمام. وده بيخلي اليوتيوب ما يرشحش الفيديو بتاعك لقنوات تانية او ناس جمهور غير الجمهور اللي عندك. السبب الثالث ان قناة فيها مشتركين كتير ومشاهدات قليلة يسوي شكلها بيبقى معفن قوي. يعني مثلا قناة، يعني مثال بسيط كده، تخيل قناة فيها 5000 مشترك، تمام، والفيديوهات بتجيب 50 مشاهدة بس، ده معناه ان المشتركين مش مهتمين بالفيديوهات بتاعتك. فاليوتيوب يبدأ يقلل انتشار الفيديوهات بتاعتك. تمام. طب ايه الحل بدل تبادل الاشتراكات؟ الحل الافضل، مش عايز مشتركين وخلاص، عايز يكون جمهور يكون حقيقي. خطوات صح لازم تعملها عشان تلاقي الجمهور الحقيقي. اول حاجة اعمل محتوى ممتع. يعني ايه؟ اول حاجة تختار فئة المحتوى بتاعك، تعمل المحتوى يكون بتاعك انت مش بتاع حد تاني. تاني حاجة تركز على العنوان والصورة المصغرة. تمام. تبدأ تعمل عنوان والصورة مصغرة، طبعا في الكلام ده هتلاقوا فيديوهات كتيرة في القناة بتتكلم عن كده. تمام. تالت حاجة، خلي أول 10 ثواني يكونوا جذابين جامد عشان المشاهد يبدأ يكمل معاك في الفيديو. رابع حاجة، اعمل فيديوهات طويلة وقصيرة، بس الأكتر تعمل فيديوهات طويلة عشان هي دي اللي بيبقى مشاهداتها كتيرة وبتجيب مشتركين أفضل. تمام. وهنا عشان كده بقول لكم الأفضل لا تبادلوا بالمشتركين. تعرف إن في مشترك واحد يكون حقيقي أفضل من 100 مشترك يكون تبادل. لو عايز تكبر قناتك صح، ابعد عن تبادل الاشتراكات، واكتب لي في التعليق لو حابب اعمل لك فيديو عن طريق تكبير القناة بشكل مضمون. ويلا مع السلامة، سلام.